إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله تعبدنا يا عباد الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على رسول الله مرة صلى الله عز وجل بها عليه عشرا. عليك صلاة الله ما لاح بارق، وما غر الطير المحلق في السماء، وما حن مشتاق، وما جاد صيب، وما أم بيت الله عبد وأحرما. فزيدوا عباد الله من ذكر أحمدا، فيا فوز من صلى عليه وسلم. ظمئنا إلى لقياك شوقا ولهفة، وكم من محب فيك مسه الظما. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا، وما شهقت بتسليم فمه. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأخوان على الندى، ما حام حول حمى حرامك مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة روايات، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ومن بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. جزى الله رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. أمره الله عز وجل بتبليغ دينه سبحانه، فقام صلى الله عليه وسلم حق القيام والبلاغ. وقد أثنى الله عز وجل على دعوة رسوله أحسن ثناء، وعاتب عباده أشد العتاب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تفضل الله عز وجل على عباده بهذه النعمة: جاءكم رسول من بينكم تعرفون نسبه وتعرفون أصله وفصله وتعرفون صدقه، حتى سميتموه بالصادق الأمين. عزيز عليه ما عنتم. والعنت هو ما كان يفعله أهل الجاهلية مع المواليد عند ميلادهم، وكأن الله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم من أفعالهم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أراد لكم الخير فاسمعوا له يا عباد الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه رحمة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الإيمان. ثم بعد ذلك أثنى الله عز وجل على رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته صلى الله عليه وسلم اشتملت الإنس والجن، المسلم والكافر، الطائع والعاصي، الجمادات والحيوانات والبهائم والنباتات. صلى الله على رسوله الكريم.
فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه بعد أن أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله عز وجل، فما قوبلت هذه الدعوة إلا بالإعراض والسخرية والحرب، فكان من أمرهم ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زاد الأمر من الكفرة على رسول الله وعلى أتباعه حتى بلغ من أمرهم أنهم كانوا يجرون بلالا في رمضاء مكة، وأجر الله على لسانه هذه القولة أحد أحد، وأخذوا خباب بن الأرد رضي الله عنه فألقوه على حجارة محماة فما أطفأها إلا ما سال من ظهره رضي الله عنه. فيوم أن جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة فقال والله ما أحد أحق بهذا الأمر مني، فإن يكن رجلا فهو بلال لما لاقى في ذات الله عز وجل. فقال خباب لا والله يا أمير المؤمنين، ثم كشف عن ظهره رضي الله عنه، فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بظهره انخلع قلبه وقال ما رأيتك اليوم، ما الذي وقع لك؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخذوني ووضعوني على حجارة محماة فوالله ما أطفأها إلا ما كان يسير من ظهري رضي الله عنه. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما كانوا يلقون من شدة الإيذاء والعذاب والعنت، وكان النبي قد نام في ظل الكعبة، وقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أما رأيت ما نزل بنا؟ فإذا برسول الله يغضب صلى الله عليه وسلم وقال كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه ولا يرده ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم قسما والذي نفسي بيده ليتمن الله عز وجل هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فاصبروا يا عباد الله، فهذا دين الله عز وجل انتشر بهذه الطريقة. زاد الأمر على رسول الله، فما كان من الله عز وجل إلا أن أمر رسوله أن يخرج من هذه الديار التي ضيقت عليه في دين الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال العلماء المراغم هو النصرة والإعانة والقوة، ومن يخرج في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا وعد من الله عز وجل لمن ضاق به الأمر. إذا اشتدت بك الخطوب فاخرج من ديارك، والهجرة قائمة إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فنحن في أيام الهجرة، فإياك أن تتناول هذه الأحداث هذا التناول الأكاديمي كأنها قصص تتناول، ولكن إذا وقفت معها جيدا يتبين لك الأمر. ضاق الأمر على رسول الله وما استطاع أن يعبد ربه فأمر أصحابه بالخروج فخرجوا رضي الله عنهم، ثم أذن الله لرسوله أن يخرج. فلما هم أبو بكر أن يلحق بهؤلاء إلى بلاد الحبشة قال امكث يا أبا بكر لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا، فمكث رضي الله عنه حتى أذن الله لرسوله بالهجرة. خرج من دياره، وكان النبي يأتي إلى أبي بكر كل يوم، ولكن في هذا اليوم جاءه في نحر الظهيرة على خلاف عادته، فإذا بقائل يقول يا أبا بكر هذا رسول الله قد جاء. فقام رضي الله عنه وقال بأبي وهو أمي والله ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر عظيم. فدخل النبي إلى بيت أبي بكر وقال يا أبا بكر أخرج من في الدار. فقال يا رسول الله إنما هم بعض بنيك أبناؤك. فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة